بحيرة برينز اللي موجودة خلفي هذا وادي شلالات. هذا أحد أنهار جبال الألب. هذا الأسانسير بيطلع لفوق من عند الشلالات. هذا واحد من الشلالات الجوفية القليلة بالعالم داخل الجبال. صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. حاليا أنا بأجمل وادي في جبال الألب، أو مثل ما بيقولوا له اللوتوبرونن أو وادي الشلالات. هذا الوادي اسمه جميل جدا، شايفين جبل الثلجي وراي؟ هذا الوادي فيه 72 شلال. هذا واحد من الشلالات الموجودة. المشكلة طيارة الدرون ما حلقت بشكل عالي لأنه عاملين تحديد لسقف حوالي 30 متر. كل الأحوال خلوكم معي لأنه في جولة كتير حلوة. بالفيديو الأول أو اليوم الأول من سويسرا صار معي شغلة، هو إنه وقعت المايك اللي عم صور فيه بالكاميرا، وقعته بالبحيرة اللي موجودة بمنطقة سكويز. حاليا أنا بدي أدور على مايكات جديدة. هذا أحد أنهار جبال الألب. جبال الألب كلها وراي هون. طبعا هاي مية ثلج لانه الجبال اللي ورا هدول كلها ثلج حاليا، وفترة الصيف بيدوب الثلج، تنزل كميات كبيرة من المي. يمكن اجمل متجر الكترونيات بشوفه بحياتي. شوفوا الطبيعة، كله جبال حواليه. هذا بنص انترلاكن، تقريبا هاي انترلاكن الاشهر في سويسرا للسياح. هذا المتجر فوق. حسب بمحل فوست بانترلاكن ما لقيت الدي جي اي مايك تبع الاوزمو، راح اروح على محل تاني. بعد ساعة بالسيارة وصلنا للمتجر، ان شاء الله نلاقي طلبنا موجود فيه. انا بنص مدينة برين سويسرية. هذا هو المتجر. الموضوع بده انتظار، تاخذوا تكت من هون. هذا تنتظروا دوركم على الشاشة. الحمد لله لقينا المنتج يا جماعة بعد عذاب شي ساعة ونص تقريبا. جيت من مدينة لمدينة مشان اخذ السماعات، وجيت على مدينة برين بسويسرا لحتى اخذها. مدينة انترلاكن ما كنت لاقي مركز طبعا الكترونيات كبير، الحمد لله. وهاي نحن مدينة برين. دعمونا باشتراك، لايك، خلوكم معي حتى نهاية الفيديو. اليوم على غير العادي شوب كتير. امبارح كان ابرد شوي واليوم شوب والله. هذا موقف باصات هون بنص مدينة برين. نسيت اخبركم انه هذا المنتج بسويسرا غالي، في سويسرا بشكل عام اغلى. هذا خلفي مباشرة مركز الباصات الرئيسي برين. ندفع للسيارة، موقف السيارات اللي موجود هون، ونحط الكرت. الله وكيلكم، أسعار خرافية. 4.70 فرنك سويسري، حوالي 5 يورو 22. بحيرة برينز اللي موجودة خلفي هاي تعتبر من اجمل البحيرات اللي موجوده بسويسرا. المي تبعيتها فيروزيه. طول الشواطئ تبعيتها حوالي 14 كيلومتر. 14 كيلومتر اذا بدك تفتلها بالسياره، 14 كيلومتر تقريبا. عرضها شيء 2 كيلومتر، تقريبا 3 كيلومتر. طبعا تعتبر من اجمل المناطق السياحيه اللي موجوده في سويسرا. والمي تبعيتها بتختلف عن البحيرات الثانيه لانه فيروزيه بسبب انه ميه ثلج صافي، يعني ما داخل فيها انهار وكذا، فقط من الجبال. اذا بتشاهدوا جبال وراي فيها ثلوج، كلها من الثلوج. اليوم درجه الحراره رائعه جدا. مثل ما خبرتكم سابقا، اذا بدكم تيجوا على سويسرا او بشكل عام على اي دوله اوروبيه، تاكدوا من الطقس لانه الطقس متقلب جدا. هلا شمس، ممكن اذا لو ماني عرفان انه الطقس اليوم طول النهار شمس، ممكن يصير مطر باي لحظه. البحيره فيروزيه بشكل تام.
مية ثلج، عبارة فقط عن مية ثلج. البحيرة هاي ما لها منافذ تانية بحيرة برينز، بس فيها جولات سياحية. هي كبيرة مثل ما خبركم 14 كيلومتر، يعني مسافتها منيحة، تقريبا شيء 6 كيلومتر 7 كيلومتر. في رحلات سياحية على الشخص تقريبا 40 فرنك سويسري. فيها تنوع كبير بالاسماك لانه مي ثلجي. فيها سلمون رقم واحد، في عدة انواع من الاسماك اللي بتلاقوا في صيادين تحت موجودين تحت الاشجار، هدول بتلاقوا في صيادين، كلها من الثلوج اللي موجودة براس جبال. هاي الساحة اللي وراي هي تعتبر مركز نزول باراجلايدنج او القفز المنزلي، موجودين فوق مني. راح اقرب قدر الامكان. هاي الساحة الرئيسية اللي موجودة بمدينة انترلاكن بسويسرا. مع انه الدنيا يعني هلا الساعة 2 في عجقة 2 الظهر، معناتها المسويات بيجوز ما تقدروا تمشوا. هلا اذا شايفين في واحد قرب ينزل، ما بعرف اذا مبين عليكم ولا لا. هبوط سلس. بالنسبة للقفز المظلي الجولة الوحدة 180 190 فرنك سويسري. اللي عنده قوة قلب بيقدر ينزلها. هاي عم يفتل وينزل ويبرم. في 2 ابعاد براس الجبل، على ما يبدو هداك الجبل اللي عم يقفزوا منه هلا قرب يوصل على الارض. هاي تعتبر احدى الرياضات الجميله اللي ممكن واحد يشتغل فيها. هذا الشارع كله اوتيلات، هذا اوتيل اللي بعده اوتيل، شوارع كلها اوتيلات تحت مطاعم ومقاهي. منطقه حلوه. هذا دليفري يمكن، والله العظيم عم يوصل شيء. سويسرا اسعارها غاليه. بده يحاول واحد اذا جاي حدا من شي دول اوروبيه يجيب نقراشاته معه، يجيب شيبساته معه، لانه بالفعل غاليه. يعني ممكن تقضيها بس على المي البارده. هون الاكل بالمطاعم قدر الامكان تخفيف. هاي للي بده يقتصد. اما في عالم ما بتفرق معها. شوفوا لها الاوتيل اثري قديم جدا، تحسوه يعني اوتيل تبع دراكولا. مرحبا. موديله قديم. هاي اسواق انترلاكن بسويسرا. هات لنشوف مثلا. ما بحطوا اسعار هون، بدهم اياك تفوت لجوا. ولا هاي 2263 معقوله هاي الاسعار؟ ولا رقم هاي 1046 ما بعرف فرنك سويسري ما بعرف. طبعا هلا اذا بدك تقيس على او تقيسوا على موضوع الرواتب هون، اسعار بتعتبر عاديه. اما اللي جاي سياحه من بلد رواتبها قليله، ممكن مثلا واحد بالمانيا يكون راتبه الصافي 2500 يورو، يجي لهون باربع ايام بطيرهم. اللي سالت بالضبط حاليا، لانه انا سالت بعض الاشخاص من منطقه انترلاكن، ولكن وقفت قدام مكتب حجز الباراجلايدن. شايفين عم ينطوا من ظهر الجبل. هذا جوله نص ساعه. القفزه نص ساعه بتاخذ 200 فرنك سويسري، يعني شيء 230 دولار. على اليورو يمكن بتطلع 210 يورو النص ساعة. القفزة أول ما تنطلق من هناك نص ساعة بتكون تحت. هي ممكن واحد، هي والمناطيد غالية. شوفوا لي كم شخص بالسماء، كم مظلية بالسماء. هاي انترلاكن فيها كل شيء ممكن يخطر ببالكم، جبال، أنهار، وديان، وهذه شلالات قريب من هون، حوالي 20 دقيقة بالسيارة. منطقة جميلة، يعني اللي بده يجي لهون معه 3 أيام 4 أيام ممكن يجي على هاي المدينة وكل شيء حواليه. أغلب المناطق الجميلة الخلابة موجودة حواليه. حتى بالمواصلات العامة ممكن واحد يروح ويجي في نقطة مركزية للمواصلات للمناطق القريبة. عندكم كمان مناطق جبلية تطلع بتلفريك سكويز قريبة تقريبا شيء 40 دقيقة. كمان فيها هناك سوس ممكن تروحوا له. كمان القطار اللي العمودي اللي شفتوه بالفيديو الماضي، هاي طبعا لكبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة. مو انه يعني هيك موديل ولا، لكن هي كهربائية منيحة لهم. مواتير الهارلي
ممكن واحد كمان يسجل سكوتر ويطير فيها. مدينة ما كتير كبير يعني. حاليا خلونا ننتقل لمكان تاني اسمه وادي الشلالات، مكان يعتبر من اجمل الاماكن. حاليا واقفين على شباك التذاكر تبع رومنباخ، احد الشلالات الجميله بوادي الشلالات. هلو، ثانك يو فيري ماتش. يا جماعه التيكت للدخول 16 فرنك سويسري، بيطلعوا له تقريبا 18 يورو او 20 دولار تقريبا هيك شيء. هذا الاسانسير بيطلع لفوق من عند الشلالات. هلا بدنا نطلع بهذا الاسانسير. هذا فوق بدنا نطلع هيك. الاسانسير صاير بالطول، اذا مبين عليكم هيك، بس لانه في مي هون مو واضح. بكل الاحوال رح نعمل جوله حلوه. هاي الشلالات اسمها رومنباخ، موجوده بلوتابغونن بوادي شلالات بسويسرا. اسانسير كبير لسه تقريبا شيء 25. يلا يا جماعه يلا بدنا نمشي، وصلنا باخر وقت. هلا بلشنا الصعود. شايفين ورانا صرنا هون في درج، وهي كبل بيسحب الاسانسير لفوق. قربنا نوصل. هلا وصلنا تقريبا. هاي نهاية المكان. والله شيء مخيف جدا. ذكروني بالمنجم اللي موجود بفرايبورغ. شوفوا فيديو المنجم، نزلت 170 متر تحت الأرض ولما نطلع من هون. هذا الوادي ورانا، شوفوا له الجبل هذا، وهنيك في شلال ما بعرف اذا مبين. رح اجيب لكم كم لقطة بالدرون. بلشنا نسمع صوت الشلال. مكان جميل بس هبات هواء. هذا الشلال يا جماعة، هذا واحد من الشلالات الجوفية القليلة بالعالم داخل الجبال، من مياه الأمطار. الهواء اللي عم يجي من قلب هذا الفيلم هواء بارد جدا. إن شاء الله يكون الصوت واضح لأنه أنا ماني سمعان حالي. هذا الشلال شوفوا للعالم. هون إذا بيوقع الجوال أو بيوقع شيء عواضف سلامتك. هذا الشلال المياه اللي جاي فيه من ذوبان الثلوج من أعلى جبال الألب. الهواء بارد جدا، هواء بارد جدا. كمية المياه طبعا بحسب معلومات تبع الشلال، هذا الشلال ينقل يوميا، خلينا نحكي سنويا، ما يقارب 20,000 طن من الماء الذائب. وتابع المسير لجوا. وصلنا تقريبا راس الجبل، مكان ثاني للتصوير. مكان رائع جدا، يجنن. تشوفوا الجبل فوقي. هذا شلال رومنباخ. انا ما عم بسمع صوتي ما عم بسمعه. ان شاء الله انتم تكونوا عم تسمعونا. هلا بتوقع سكروا لانه الساعة 5 بسكروا المتر. هلا 5:15 تقريبا، 5:03. خلصنا من الشلال. هلا بدنا ننزل، ما بعرف لوين شلون، بالاسانسير ولا بالدرج. حابب افرجيكم كمان هون. شوفوا لي هالوادي ضيق والمي نازله بقلب هذا الخندق. طبعا مو مبين المي لعندي لانه تحت، ولكن صوته كثير قوي. حلو الدرج، حلو مريح، مع انه واحد لازم يكون حذر يعني. بما انه الشجر صار عندنا هون، معناته بتوقع قربنا على الارض، مع انه ما كثير صعب النزله، بس بمل الواحد اذا كان طويله كثير. وادي الشلالات او لوتابغونن اللي موجود بسويسرا فيه 72 شلال. هناك في شلال بس صغير، في شلال كبير رح اعمل كامبينج جنبه، وهذا الشلال جوفي كمان محسوب من بين الشلالات، ولكن طبعا صوته لهون عم يهدر هدير. هذا الجبل طويل جدا، تقريبا في شيء 15 كيلومتر، فيه كثير شلالات،
واحد من شلالات كبير اللي هون لقدام شوي، في جنب منه كامبينج. هون مجموعة من السيفونير هدايا اللي بده ياخذ هدايا من سويسرا. الاسانسير طلعنا فيه بيسع 40 شخص، 100 متر ارتفاعه. شوفوا لي الجبل الثلجي، الجبل الثلجي اللي موجود هناك. يا جماعة اللي بيجي بسيارته بدي انصحه اذا بده يعمل هون كامبينج ما في داعي يروح، ما في محلات تصفوا فيها او بتكون فيها عجقة. عند هذا الشلال، اخر شلال بوادي الوادي، طبعا وادي شلالات، في هناك باركينج كبير للسيارات، نهار كامل 24 ساعة 11 فرنك سويسري، يعني حوالي 15 يورو تقريبا. هذا التلفريك تكلفة الشخص الواحد اذا شايفينه بيسع تقريبا حوالي 40 شخص. هذا التلفريك الشخص الواحد حوالي 110 فرنك سويسري.